الهلال كان يحتاج على الأقل فترتين تسجيل عشان يستعيد عافيته، لكن الأمير نواف قدر يستعيد شكل الهلال المعتاد بفترة انتقالات واحدة وشتوية بعد، وبدأ بالدكة ونظفها من عديمية الفائدة واستبدلهم بأبرز اللاعبين الموجودين بالسوق. وشاف ان الهلال عنده مشكلة بالجناح والمهاجم، راح وجاب لك موهبتين الكشافين يعتبرونهم من الأفضل بالعالم، واللي هم ميتي وسايمون. وما اكتفى، راح وجاب لك بنزيما، والحين يشتغل على تصريف واحد من نونيز أو ماركوس. وكل اللي ذكرته سواه بشهر واحد بس، مع أن منطقيا العمل هذا يتطلب أكثر من شهر عمل. مع ذلك قدر يتسابق مع الوقت ونجح. نواف بن سعد فضل العمل على الاعتذار بضيق الوقت، وحافظ على مكتسبات النادي مثل نيفيز وسافيتش، والحين شغال على تجديد عقد كوليبالي، وجدد عقود كثير من لاعبين الفئات السنية. والفريق تعثر قدام رياض بالتعادل مو بالخسارة بعد 21 فوز متتالي. ومباشرة اجتمع مع انزاغي وناقش عن أسباب التعثر، لكن سابقا وصل مركزنا الخامس مع جارديم. مع ذلك ما شفنا أي اجتماع، وبالعكس كمل جارديم 8 شهور بالنادي. وحتى قانونيا الفريق صار أقوى، يعني جيسوس صرح العصر ضد الهلال، وبعد صلاة العشاء الهلال مقدم شكوى يطالب فيها بإيقاف جيسوس سنة كاملة. وبشكل عام الهلال صار يلاحق أي شخص يتهمه بما ليس فيه بعد ما كان الهلال هش قانونيا. وشاف إن جدولة منافسة سهلة، طلع وتكلم عن الجدولة وأسهب هالموضوع، وأي طلب للجمهور بمركز معين أو لاعب معين مباشرة يلبيه، وهذا الشيء كان مفقود قبله. وله تصاريح قديمة يقول فيها أن رأي الجمهور مقدم على رأي إدارة الهلال، وتقييم رئيس النادي على اعتبار البطولات فقط هذه قمة السطحية بالهلال، لأن الهلال بطبيعته بطل، فأنت ما أضفت شيء جديد. يا رجل سامي الجابر ترأس النادي شهرين وحقق بطولة، وحميداني جاب نص الموسم وحقق بطولة برضو. معيار التقييم الأول هو إجماع الجماهير على عدم تقصيرك بأي جانب من الجوانب، ومدى تأمينهم على ناديهم وبوجودك، وكل هذه متحققة بوجه السعد بشكل فارق عن غيره. فلذلك دائما وأبدا نقول الأمير نواف بن سعد هو الرئيس الذهبي للهلال.